المشروع الناجح بيبان من أوله، ولما يكون أوله بيزنس موديل معمول صح يبقى بنسبة كبيرة المشروع ده هينجح. لو جينا ادينا مثال صغير كده أو شبهنا المشروع أو البيزنس الجديد بالعمارة أو البرج، كل ما كان الأساس بتاعها قوي كل ما كانت العمارة دي هتستحمل أكتر وهتستحمل ظروف أقصى وهتعيش عمر أطول. وفي عالم البيزنس والمشاريع الأساس ده هو البيزنس موديل. والنهاردة هنعرف مع بعض إزاي نعمل البيزنس موديل بتاعنا صح، وإزاي نحلله، وإزاي نبنيه بشكل دقيق وسليم. لو جينا بصينا كده على البيزنس موديل هنلاقيه ان هو متقسم ل9 بنود، وفي نسخ تانية وفي ناس تانية بتعمله لغاية 13 بند، ولكن المتعارف عليه واللي بيتعمل على مستوى العالم هو ال9 بنود. ده البيزك بتاعنا. كل بند فيهم بيكون ليه استراتيجية عمل مختلفة عن التانية وبيخدم قسم من أقسام الشركة. ال9 بنود دول هم شرائح العملاء، عرض القيمة، علاقات العملاء، القنوات، الموارد الرئيسية، الأنشطة الرئيسية، الشركاء الرئيسيين، هيكل التكلفة، ومصادر الدخل. تعالوا نقسم واحدة واحدة ونحلل بند بند منهم علشان نعرف ايه هما، وفي الاخر هنطبق البيزنس موديل ده على مشروع حقيقي، مركز اسنان لسه بيتبني جديد ولسه بيتعمل جديد، وهنطبق عليه البيزنس موديل. اول بند شرائح العملاء. اظن من اسمها هي باينه، بتحدد الفئة المستهدفة اللي انت بتشتغل معاها، الفئة المستهدفة اللي انت عايز تبيع لها المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمه. هو عبارة عن ايه؟ الفئة دي ساكنة فين؟ اهتماماتها ايه؟ راكبين عربيات ولا لا؟ كل ده اللي احنا بنسميه في الماركتنج الكاستمر بيرسونا. الشخصية بتاعته عاملة ازاي؟ هل الراجل ده مشترك في نادي ولا لا؟ طب دخله الرينج بتاعه كام؟ فانت كل ما تحدد تفاصيل اكتر في شريحة العملاء اللي انت مستهدفها كل ما هتقدر تعرف ازاي هتخاطبهم اكتر. تاني بند عرض القيمة، وده قلب البيزنس موديل وقلب المشروع. لازم تكون عارف ايه القيمة اللي انت بتقدمها. العميل اللي بيجيلك هو بيجيلك بناء على ايه؟ وليه اختارك انت ما اختارش المنافس بتاعك؟ فلازم في عرض القيمة تكون موضحه بشكل دقيق وكافي ان هو يوصل للعميل بشكل واضح وصريح. طب ازاي اقدر اعمل عرض قيمة حقيقي وواضح وكويس؟ طب ازاي اقدر اعمل عرض قيمة يفيدني ويوصل للعميل بشكل واضح؟ لازم تجاوب على 3 اسئلة، او لازم توضح 3 حاجات. ايه مشكلة العميل؟ ايه طريقة حلك للمشكلة دي؟ وايه الميزة التنافسية اللي انت بتقدمها او الميزة التنافسية اللي عندك مش عند اي منافس تاني؟ هندي مثال صغير كده لاحد عملائنا، مركز دودنت، دكتور دعاء غزالي، ودي واحدة من أهم عملائنا في شركة سيبيو ميديا. عندنا في مركز دودنت مركز متخصص في طب أسنان الأطفال. فالمشكلة إن أولياء الأمور أو أي حد عنده طفل أسنانه بتوجعه هو مش عارف يروح فين، هو مش عارف يختار المركز اللي هيروح له بناء على إيه. فهي دي مشكلة. طيب الحل اللي قدمه مركز دودنت ان هو عنده دكاتره متخصصين على راسهم دكتور دعاء غزالي، استشاري طب اسنان الاطفال، متخصصه في التعامل مع الاطفال والحالات الصعبه. يعني مهما كان اسنان الطفل وجعاه ومهما كان التعامل مع الطفل صعب هي بتعرف تتعامل معاه. فدي كده حل المشكله. طب الميزه التنافسيه الخبره والتعامل مع الاطفال بمنتهى الاحترافيه. دي كده ميزة تنافسية مش موجودة في أي مركز أسنان تاني. أنت بتروح لمركز أسنان ممكن يكون عنده دكتور أسنان أطفال متخصص ولكن مش بنفس خبرة دكتور دعاء غزالي. علشان كده ده عرض القيمة الدقيق أو الواضح اللي احنا بنقدمه للعملاء. البند الثالث علاقات العملاء، وده بمنتهى الاختصار علاقتك بالعملاء بتوعك عاملة ازاي؟ علاقتك بيهم على مدار الكاستمر جورني. لما يشوفك
ولما يقرر يشتري، ولما يشتري بالفعل، وبعد ما بيشتري. هل العلاقة ما بينك وما بين العميل بتاعك تخلي عميلك ده يرشحك لناس تاني؟ هل تخليه يرجع يشتري منك تاني؟ فلازم تحافظ، اتكلمنا كتير قبل كده في النقطة دي، لازم تحافظ على العلاقة ما بينك وما بين العميل بتاعك كويس جدا. مش معنى ان هو اشترى منك يبقى خلاص. لو هو اشترى منك لازم تعمل معاه فولو اب، لازم تتابعه، لازم لو في مشكلة تحلها له، لازم تديله ضمان، لازم لو في مناسبات او اعياد لازم تبعت له حتى لو رسالة صغيرة. ده بيخلي ثقة العميل وارتباطه بيك بيزيد. رابع بند القنوات، ودي من اسمها واضحة، قنوات التوزيع أو قنوات الوصول اللي انت بتوصل من خلالها للعميل بتاعك. هل بتستخدم السوشيال ميديا؟ هل بتستخدم اعلانات في التلفزيون؟ هل عندك فريق مبيعات دايركت سيلز بحيث ان هو بينزل يعمل سيلز للمنتج او الخدمة بتاعتك؟ هل بتستخدم انفلونسر؟ هل بتستخدم يفط في الشارع؟ انت بتستخدم ايه او بتروح ازاي وبتمشي ازاي علشان توصل للعميل بتاعك؟ ولو عايز تقيم انت ماشي في القنوات الصح ولا لا، قيس على 4 نقاط: الوعي، التقييم، الشراء، التسليم. نمسك واحدة واحدة. الوعي ان العميل يعرفك، انت تعمل محتوى بحيث ان العميل يعرف المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمه. تاني حاجة التقييم، هنا العميل بيبدأ يقيمك، يبدأ يحطك في مكانه بالمقارنة مع المنافس بتاعك. هل المنافس بتاعك أقوى ولا أنت أقوى؟ فلو أنت أقوى هنروح للمرحلة الثالثة اللي هي الشراء، هيشتري منك، ولكن حتى الآن لسه الثقة ممكن تكون مش 100%، هتبقى 100% لما نروح للمرحلة الرابعة، التسليم، اللي انت سلمته المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها. ومع تجربة العميل كل ما كانت كويسة كل ما ثقته فيك زادت. خامس بند الأنشطة الرئيسية، ودي الحاجات اللي انت بتعملها بشكل يومي في المشروع بتاعك، زي مثلا البرودكشن. لو انت بتصنع منتج فانت بشكل يومي انت عندك تصنيع للمنتج ده، ولو بتقدم خدمة فانت بشكل يومي بتقدم الخدمة دي، لو عيادة انت بشكل يومي بتكشف على مرضى. فايه الأنشطة اللي انت بتعملها؟ وكل ما كانت واضحة وصريحة معاك كل ما انت استريحت. فانت اقل حاجة في الحاجات اللي انت بتعملها يوميا لازم توضحها. انت لو كل يوم بتصور محتوى حتى لو فيديو واحد حطه في الأنشطة الرئيسية بتاعتك. ولو كل يوم بتعمل متابعات، سواء متابعة صفحة، متابعة الأوردرات اللي بتجيلك على الصفحة، متابعة الرسائل والكومنتات على الصفحة، متابعة الأوردرات اللي طلعت اللي مع شركات الشحن اللي هي خلاص المفروض توصل للعملاء، بتتابع هل الأوردر وصل ولا لأ، طب ما وصلش ليه، طب بعد ما وصل بتتابع مع العميل وتاخد منه ريفيو ولا لأ. فدي كده الأنشطة الرئيسية اللي انت بتعملها بشكل يومي. سادس بند الموارد الرئيسية، ودي بمنتهى الاختصار الحاجات اللي انت بتستخدمها بشكل يومي علشان البيزنس بتاعك ما يقعش. زي مثلا بتستخدم خامات للتصنيع المنتج بتاعك، بتستخدم آلة معينة، بتستخدم معدة معينة، بتستخدم لابتوب، بتستخدم مكنة علشان تقدر تصنع لك الحاجة دي. حتى الموارد البشرية، العامل أو الصنايعي اللي بيعمل لك المنتج بتاعك، لو انت صاحب مركز، الدكتور اللي شغال معاك في المركز، الاسيستنت اللي شغال معاك في المركز، الريسبشن اللي شغال معاك في المركز، الموظفين اللي بيخدموا على المشروع بتاعك، اللي بيتابعوا العملاء، لو عندك دليفري بيروح يوصل المنتج بتاعك. كل دي موارد أساسية بتستخدمها في يومك علشان المشروع بتاعك يشتغل. 7 بند الشركاء الرئيسيين، وده كل شخص أو جهة أو مؤسسة بتتعاون معاك أو أنت بتتعامل معاهم عشان المشروع بتاعك يشتغل. زي مثلا الموزعين، أنت ممكن تكون بتصنع منتج بتوزعه في ستور معين، بتوزعه في صيدليات، بتوزعه عند ناس تاني. ممكن يكون عندك سبلاير أو مورد بيورد لك خامات معينة علشان تقدر تصنع.
لو مركز اسنان مثلا، الرو ماتيريال اللي انت بتستخدمها في علاج المرضى ليها موردين. لو متعاقد مع شركة تسويق بتعمل ماركتنج للمنتج او الخدمة او العيادة او المركز بتاعك، ده برضه يعتبر من الشركاء الرئيسيين علشان هو بيقدم لك خدمة مخلية المشروع بتاعك شغال. تامن بند هيكل التكلفة، التكلفة اللي انت محتاجها علشان المشروع بتاعك يشتغل، ودي التكاليف اللي بتطلع منك سواء شهريا سواء يوميا علشان المشروع بتاعك يستمر. وهيكل التكلفة بيتقسم لثلاث حاجات: تكاليف ثابتة، تكاليف متغيرة، وتكاليف شبه متغيرة. فهنبدأ بالتكاليف الثابتة، زي الإيجار، زي المرتبات، زي لو انت مشترك في برامج معينة، دي حاجات شهريا ثابتة انت بتدفعها. والتكاليف المتغيرة زي مثلا ان انت عملت صيانة لجهاز ما، فهو مش كل شهر هيتعمل له صيانة. او لو جالك سبيشال اوردر، او حد عايز يعمل معاك لو انت بتصنع منتج يعمل حاجة مخصصة ليه، فانت هتشتري على حس الاوردر ده مواد معينة او خامات معينة. والتكاليف الشبه ثابته زي مثلا لو هتعمل حوافز للموظفين عندك، حوافز او كوميشنز للسيلز عندك، هي حاجات شبه ثابته ممكن تكون موجوده وممكن تكون مش موجوده وبتتغير من شهر للتاني. وكل ما قدرت تقلل التكاليف الثابته عندك كل ما المشروع بتاعك استقراره زاد. تاسع بند والاخير هو مصادر الدخل. ايه مصادر الدخل للمشروع بتاعك؟ وخلي بالك كل ما زادت مصادر الدخل وتنوعت كل ما المشروع بتاعك ثقله واستقراره زاد. فعندك مصدر دخل من السوشيال ميديا، في ناس بتعمل اوردرات على الصفحة على السوشيال ميديا وبتبيع من خلالها. طب انت عندك دايركت سيلز، في حد بيسوق المنتج بتاعك. طب انت عندك قنوات بيع تانية. كل ما زادت قنوات البيع كل ما هيزيد مصادر الدخل بتاعتك، كل ما هتلاقي ان المشروع بتاعك بيستقر اكتر وهامش الربح بتاعك بيزيد اكتر. ودلوقتي تعالوا مع بعض نحلل مركز اسنان جديد هيفتح ونعمل البيزنس موديل بتاعه بمنتهى الوضوح علشان نعرف ازاي بنقدر نكتب البيزنس موديل بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، ده كده الفورم او ده كده البيزنس موديل او الشيب بتاع البيزنس موديل. عندنا الكاستمر سيجمنت، عندنا فاليو بروبوزيشن، عندنا الشانلز، عندنا الكاستمر ريليشن شيب علاقات العملاء، عندنا الريفينيو ستريم مصادر الدخل، عندنا الكي ريسورس الموارد الرئيسيه، عندنا الكي اكتيفيتيز الانشطه الرئيسيه، الكي بارتنرز الشركاء الرئيسيين، والكوست ستراكشر او هيكل التكلفه. الترتيب مش مهم ولكن هو مهم المسميات وتحت كل مسمى احنا بنعمل ايه. فهنيجي مثلا على اول حاجه اللي هو الكاستمر سيجمنت او شرائح العملاء. هو مثلا انا هستهدف كلاس A. طب كلاس A ده دول ساكنين فين؟ ساكنين في الرحاب، في مدينتي او التجمع. طيب بيبقى مرتباتهم او دخلهم اكتر من 50,000. تمام. ايفون يوزرز معاهم ايفونز، عشان الفئة دي بتحب تستخدم ايفون بشكل كبير، وده ممكن يخليني اقدر استهدفهم في الاعلانات الممولة. بيبقوا مشتركين في نوادي كلاب ممبرز، بيهتموا باللكجري بشكل كبير، بيهتموا ان الخدمة اللي تتقدم لهم تبقى حاجة هاي اند بشكل كبير. تمام. نيجي لتاني حاجة الفاليو بروبوزيشن. انا عندي سبيشاليزد دكتورز، عندي دكاترة متخصصين، دكتور التقويم غير دكتور الأطفال غير دكتور الزراعة غير دكتور جراحات الوجه والفكين وهكذا. عندي الدكاترة معاهم دكتوراه PhD دكتورز. عندي اللكجري سيرفيس، سيرفيس فخمة جدا جدا، في الريسبشن فخم جدا، في التعامل مع الدكاترة مع الاسيستنت مع الكاستمر سيرفيس وهكذا. عندي فولو اب، عندي متابعة، اللي بيعمل حاجة النهاردة بكرة أتابع معاه الأخبار لو في مشكلة لو كذا لو كذا. عندي تايم سكيدول، الفئة اللي أنا بستهدفها دي كلاس A، الوقت عندها مهم جدا. فأنا لو مدي ميعاد لحد الساعة 3 ودقيقة يبقى قاعد على اليونت، ما ينفعش 3:30 يجي هو لسه مستني في الريسبشن. فأنا مدي تايم سكيدول لكل كلاينت. تمام. نيجي لتالت حاجة الشانلز او
القنوات اللي انا بوصل بيها للناس. فانا بوصل مثلا عن طريق السوشيال ميديا، بوصل عن طريق التي في ادز، اعلانات التلفزيون، بوصل عن طريق البيل بوردز، اليوفط او الاعلانات اللي بتبقى على الطريق او على الشارع. رابع حاجة الكاستمر ريليشن شيب، اللي هي علاقة العملاء. انا عندي كل عميل ليه بروفايل، بيشنت بروفايل. بروفايل ده فيه كل المعلومات عنه، ساكن فين، بيشتغل ايه، عرفنا منين، كل المعلومات اللي انا اقدر اجمعها عنه اجمعها. عندي افتر فيزيت فولو اب، زي ما قلنا كل واحد، كل مريض كان عندي اتابع معاه، بعد شهر اتابع معاه، بعد سنة اتابع معاه. اوكيجنز تكست، اعياد، عيد ميلاده، عيد ميلاد ابنه، عيد ميلاد بنته، الاعياد والمناسبات، وهكذا. يبقى عندي membership offers، لو العميل ده بقاله معايا فترة فخلاص فهعمل له membership عندي بأوفر حلو علشان يشترك فيه. تمام. بعد كده نيجي للريفينيو ستريم او مصادر الدخل. مصادر الدخل عندي في السيرفيسز العاديه، اللي انا كشف الخدمات اللي انا بقدمها كل يوم. عندي مثلا لو هعمل فاميلي سبسكريبشن للاسره كلها بسعر كويس يغري الناس ان هم يشتركوا فيه. عندي هوم فيزيت، دي خدمه في اي بي مش موجوده عند اي مركز تاني. عندي ريفيرال ريفينيو، لو متعاقد مع شركات، متعاقد مع سلسلة مدارس، متعاقد مع جامعة خاصة، متعاقد مع مراكز تانية في تخصصات أخرى، بعمل اوفرز للعملاء بتوعهم. عندي فرانشايز ريفينيو، لو البراند بتاعي، وده بقى اللي احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده، ان انا اعمل براند مش بيزنس. لو براند بتاعي كبر، زي المطاعم اللي بتبقى براندات كبيرة والناس بتروح تشتري الاسم فقط بتاع المطعم، ممكن نفس الكلام حد يشتري مني اسم المركز، دكتور يشتري مني اسم المركز ويدفع لي فلوس علشان ياخد الاسم. ممكن الاندايركت ماركتنج، لو الشركات اللي في المجال بتاعي يدوني فلوس عشان اعمل لهم اعلانات، زي مثلا دكاترة الاطفال اللي بتعمل اعلانات لشركات لبن الاطفال مثلا. ندخل بعد كده للموارد الرئيسية. أنا عندي الدكتورز من أهم الموارد. هو أهم حاجة، هو أول حاجة أنا بستخدمها أو محتاجها في المركز كل يوم. عندي الأسيستنت نفس الكلام. عندي الرو ماتيريالز، الخامات اللي بستخدمها. عندي الريسبشن وكاستمر سيرفيس علشان يقدروا يهندلوا العملاء ويستقبلوا العملاء. وعندي التولز اللي بستخدمها بشكل يومي في معالجة المرضى. الكي اكتيفيتيز عندي طبعا العلاجات، الكونتنت كرييشن، دي من اهم الحاجات اللي انا لازم اعملها. انا كل يوم لازم اعمل كونتنت، كل يوم لازم انزل محتوى على السوشيال ميديا، كل يوم لازم اعمل فولو اب، كل يوم لازم اتابع الناس اللي معايا. لو واحد بقاله سنة ما جاش، طب هو ما جاش ليه؟ هل ما حصلوش حاجة؟ ما اشتكاش من اسنانه؟ ولا هل ما راح مركز تاني؟ فاتابع معاه علشان لو اقدر ارجعه. نيجي بقى للكي بارتنرز. لو عندي مثلا مورد بجيب منه الرو ماتيريال، لو عندي ماركتنج ايجنسي هي اللي ماسكالي التسويق بتاعي. نيجي بقى للكوست ستراكشر، ودي اهم حاجة او هيكل التكلفة. زي مثلا الايجار، اول حاجة ايجار المكان بتاعي لو انا مأجره، البيرول، المرتبات، الماركتينج، لو انا بدفع مثلا لفيز لشركة ماركتينج، او لو انا عامل حاطط ميزانية للاعلانات الممولة. الرو ماتيريال دي برضو من الكوست المهم جدا. الاوبريتنج اكسبنسز، الكهرباء، المية، وخلافه، لو بشتري مثلا اللي هي حاجات ادوات النظافة وهكذا. التاكسز، الضرايب، لو عندي سوفت وير سبسكريبشن، لو انا عامل مثلا سيستم سي ار ام، سيستم حجوزات، علشان الحته اللي احنا قلنا عليها، حته التايم سكيدول، اللي هو انا اقدر اعمل حجز لحاله حاله بميعاد محدد، ويبقى عندي بيشنت بروفايل محترم. فده عايز له سوفت وير، فالسوفت وير ده اكيد يبقى بسبسكريبشن. بعد كده المينتننس، لو انا اليونت بتاعتي، الاجهزه بتاعتي، لو انا عندي جهاز اكس راي عايز مينتننس معين، حتى لو مش شهري. الكوست ستراكشر ده يا جماعه مش شرط شهريا. انا ممكن حاجات كتير انا ممكن اعملها سنوي. يعني المينتننس انا كل مثلا 6 شهور انا هحط ميزانيه
للصيانة وهكذا. فده كده الشكل العام بتاع البيزنس موديل لعيادة أسنان. وزي ما احنا شفنا ازاي البيزنس موديل بيتعمل. وخلي بالك البيزنس موديل مش رفاهية، دي حاجة من الحاجات الأساسية اللي هتسهل عليك كتير. هتسهل عليك ازاي بتعمل الماركتنج بتاعك، هتسهل عليك ازاي بتعمل المانجمنت بتاعك، سواء بقى الإدارة المالية، سواء إدارة التشغيل، سواء إدارة البرودكشن، سواء إدارة التسليم، سواء إدارة العملاء، سواء إدارة الموارد البشرية. كل دي أقسام وكل دي حاجات بيبقى فيها مشاكل شبه يوميا. فانت لو مش حاطط خطة، لو مش حاطط استراتيجية وطريق واضح تمشي عليه في كل قسم من الأقسام دي، هيحصل لك مشاكل كتير في المشروع بتاعك. وكل ما المشاكل زادت كل ما هتلاقي ان العراقيل كترت معاك، وده لا قدر الله بيؤدي في الآخر ان المشروع ما يكملش. طب وليه؟ فانت في الاول تحط الخطة، تحط الاستراتيجية، تحط البنود اللي انت هتمشي عليها علشان تقدر تكمل في المشروع بتاعك. حتى المشاكل اللي هتظهر لك هتبقى قادر ان انت تحلها بناء على القواعد او الرولز اللي انت حاططها في البيزنس موديل بتاعك.